كيكة العسل الروسية أو ميدوفيكتورت اقتصادية بحجم عائلي، والبنة بنينة ما شاء الله. تابعوا معايا الفيديو الأخير إن شاء الله تنجحوا بهذه الوصفة. المقادير: نحتاجو 4 حبات بيض، 2 كيسان زيت، و2 كيسان سكر. نستعملو كأس أم وليد أو كأس بسعة 220 مليلتر، 3 مغارف صغار بيكربونات، 3 ملاعق كبيرة خل، 3 ملاعق كبيرة عسل. في إناء أو الحلة اللي حابة تخلطي فيها، أنا هنا راح نستخدم البيترا. جبت 4 حبات بيض ونخلطوا لها السكر، وما ننساوش أيضا الملح، لأنه هو اللي راح يعدل لنا المذاق. راح نخلط البيض والسكر أولا حتى يبيض هاونا القوام تاعو، ثم نزيد الزيت بالتدريج، يعني نزيدو الكأس الأول ونخلطوه، ثم نزيدو الكأس الثاني. من سر نجاح هذه الكيكة يعني كل ما عطيتي لها وقتها في الخلط كل ما كانت هشيشة ولذيذة. ننوه أنه هذه الكيكة اشتهرت كثيرا في أوروبا، خاصة أوروبا الشرقية، وهي من ابتكار ميشيل بولزين الطاهية والمالكة لمقهى سان فرانسيسكو 20th Century Coffee. وهي كيكة متكونة من 10 طبقات، ولكن اليوم راح نستعملها بطريقة مختلفة اقتصادية وب4 طبقات فقط وحجم كبير. هنايا راح نزيدو 3 ملاعق نتاع الخل و3 ملاعق من البيكربونات، يعني هذا المكونين اللي راح يغنوني عن استعمال خميرة الحلوى. يعني تفاعل البيكربونات والخل هما اللي راح يعطوني خدمة خميرة الحلوى. هنايا راح نزيد العسل نتاعنا. العسل نستعمله كمنكه واحد، وأيضا لكي نحصل على اللون الذهبي الجميل. هنا راح نزيدو العسل نتاعنا ونخلوها تمتزج. نتمنى من الناس اللي مازال ما اشتركتش في القناة فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد بإذن الله. هنا راح نزيدو الفارينة تاعنا بالتدريج. كمية الفارينة يعني كل واحد والنوعية تاعو. كاين اللي يستخدم لافارين ريجيم، كاين اللي يستخدم فرينة متعددة الاستخدام، يعني كل واحد ونوعية الفارينة تاعهم. هنايا راح نزيدها بالتدريج، وكل مرة نرفد الخليط ونحط كما راكي تشوفي باش ندخل لها الهواء، ثم نكمل جمع العجينة باليد حتى نتحصل على عجينة ما تلتصقش في اليدين، يعني مثل عجينة الصابلي، تقدروا تقولوا مثل عجينة الصابلي، يعني ما تلتصقش. هاون القوام الأخير نتاعها. هنا راح نقسم العجينة نتاعي على 5، 4 كرات بنفس الحجم كبار، والكرة الخامسة صغيرة. يعني الكرات الكبيرة كانت بوزن 500 غرام، والكرة الصغيرة كانت بحجم 300 إلى أو 250 غرام. هذا هو الآخر تاعها. هنايا راح نجيب ورقة الطهي، راح نقسمها على حسب البلاكة تاعي، وراح نجيب لاباط تاعي راح نديرها على شكل مستطيل كما قلت لكم لأنها راح تخرج بحجم كبير. فراح نسوي لها السطح نتاعها، ثم نجيب فرشاة ونثقبها يعني على كل السطح راح نثقبها، ثم ندخلها للفرن لمدة من 7 إلى 10 دقائق. الفرن اللي يكونوا سخناه من قبل، يعني على 180 درجة. هكا نحطها في البلاكة ثم ندخلها للفرن، وهكا نكملوا كامل الطبقات. هنايا بوغ لا كريم انا استخدمت لا كريم دبلومات، نستخدم حبة بيض، 5 مغارف كبار سكر، ونصف لتر حليب، و4 مغارف كبار مايزينا ممسوحين. هنايا الخطوة الأولى ندي في كاسرونة، يعني نخلط حبة البيض مع 5 مغارف كبار سكر، نخلطهم مليح مليح يعني حتى نبدأ نحس إنه السكر بدا يذوب، ثم نزيد الحليب بالتدريج كما راكي تشوفين، نخلط بارد في بارد
كيما راك تشوف، يعني راني نخفف الخليط تاع البيض والسكر بالحليب، ثم نزيدو كمية المايزينا اللي هي 4 مغارف كبار ممسوحين مايزينا، نخلطهم مليح مليح ونحطهم على نار هادئة، يعني من هادئة إلى متوسطة مع التحريك المستمر طبعًا، هاكا باش نضمنوا إنه الكريمة تاعنا ما تتحرقلناش من التحت، ما ديروهاش على نار قوية، هذه سر من أسرار نجاح الكريمة. حنا الخطوة الأولى درنا لا كريم باتيسير، هاون القوام الأخير، ثم راح نزيد لها الله غالب تمحات لي المقطع، ولكن زدت لها مبشور الليمون وملعقة صغيرة لافاني وعصرة الليمون، خلطتهم ثم زدت لها مغرف صغيرة نتاع الزبدة، ثم نجيبو صينية أو طبسي وين نحط لا كريم نتاعي ونغطيها، نجيب البابي فيلم ونغطيها، يعني نديرو الفيلم على السطح هكا باش ما يدخلهاش الهواء وتخسرنا لا كريم. هاد لا كريم نحطها يعني في الفريجيدير، نخليها تبرد مليح مليح. من الجهة الثانية راح نجيبو لا شونتيني تاعنا اللي هي كأس إلا ربع ولا 3/4 الكأس كريم شونتيني ونصف كأس حليب يكون بارد. طبعًا باش تطلع لنا لا كريم، هنايا في البيتخان رانا نسيو باش تطلع لي لا كريم نتاعي، ثم راح نخلط الأخيرة لا كريم باتيسير، وهكا راح نتحصلوا على لا كريم دبلومات. نزيد لا كريم باتيسير بالتدريج مع الخلط المستمر. هذه الكيكة لذيذة لذيذة، إن شاء الله في فيديوهات قادمة راح نجيب لكم الوصفة الأصلية لها وكيفية التحضير، لأنها هي تخدم عفوا بالزبدة وتحضر على حمام مريم. في الفيديو إن شاء الله قادمة إن شاء الله راح نقدم لكم الوصفة الحقيقية. يعني الطبقة الخامسة اللي قلت لكم عليها كانت الكتلة تاعها صغيرة، جبتها ورحيتها في الأشواق، أنا نستحقها تكون كيما السميدي هكاك باش نخدمها في التزيين. هنايا جبت الطبقة الأولى نتاعي وجبت كمية من كريم الدبلومات تاعي وراح نسيي نفوتها على كامل السطح. ومن مميزات هذه الكيكة أنها كل ما باتت أو كل ما طولت كل ما كانت طرية وبنتها ما شاء الله. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وتقولوا لي في التعليقات الآراء تاعكم والنتائج تاع التجربة تاعكم، يعني أنا متأكدة لو كان تتبعوا الفيديو خطوة بخطوة راح تنجحوا فيها وما راحش تستغنوا على هذه الوصفة لأنها كما قلت لكم اقتصادية. حنايا رانا جبنا الكمية تاع لا كريم اللي قعدت لنا ورانا درناه كامل السطح، من بعد نجيبو الطبقة الأخيرة اللي رحيتها وراني ندردر فيها هكا على السطح وعلى الجوانب، والتزيين يبقى ليك انت يا اختي، يعني بغيتي ديري خطوط بالشوكولا، بغيتي تعاودي تطلعي لا شونتيني وديري لها لي غوزاز، يعني انتيا والذوق تاعك. لحقنا لافين تاع لا فيديو، هذه هي الحلوة تاعنا بنينة واقتصادية. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك والبارتاج. الى ذلكم الحين، سلام.